وإذا عجزنا عن الوفاء بحق هذا الواجب فما تكفل الله تعالى لبناة المساجد والمحسنين ككل على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينفيهم شكر الشاكرين وإشادة المشيدين. ففي الصحيحين من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه. والمساجد أحب البقاع إلى الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني. ولعل أهم دليل على مكانة المسجد وأهميته في الإسلام أن أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى دار هجرته بناء مسجده المبارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره وفي غزواته يتخذ مسجدا يصلي فيه بأصحابه حيث قدر له البقاء مدة من الزمن. وكان الإمام القديم رضي الله عنه وأرضاه يراعي هذه السنة، يتخذ مسجدا يصلي فيه في أي محل يبقى فيه مدة، حتى في منفاه في غابون قام بنصب عيدان كمسجد ليصرف المارين عن موضع صلاته. فلنستمع إلى هذه القصة التي أوردها الشيخ محمد الأمين جوب في كتابه إرواء النديم، بعد أن ذكر قصة السيدة آمنة التي كانت تحب الشيخ وتخدمه لله مع زوجها يلسي. يقول المؤلف في ترجمة حكاية الشيخ الخديم للقصة: وكانت أي آمنة تحت رجل يقال له يلسي، وهو من أركان الحاكم، وهو أيضا من المحبين المحسنين له من الحاكم يوم أيوم بسببه. وذلك أنني ذات يوم نصبت 4 عيدان في مصلاي بباب بيتي لأصرف بها المارين عن موضع صلاتي، فبصر بها الحاكم وقام من فوره وأتاني ونقض المسجد وخلع العيدان ورمى بها وقال: لا صلاة هنا ولا إسلام، تريد أن تفسد علينا الجند. فسكت وحلمت عليه، فلما علم به يلسي قام من فوره، والحاكم لما يزل ووصل إلينا مغضبا وقال للحاكم: لما نقضت مسجده وهو بباب بيته، لم يضيق على طريق ولا على أحد؟ فقال الحاكم: كذلك أفعل، لا مسجد هنا. فقال له يلي: لا بد أن أرده على حاله. فقال الحاكم: لا ترده. فحال الناس بينهما أن يتضاربا، فبقيا من العصر إلى الغروب يتخاصمان، كل ذلك وأنا أكتب. راجع بقية القصة. وإذا كان للمسجد هذه المكانة وهذه الأهمية في الإسلام، فإن جني ثماره اليانعة يتطلب مراعاة الأحكام والآداب المشروعة، والإلمام بهذه العناصر بالتفصيل لا يسمح به الوقت، فلنشر إلى بعض الممنوعات والمكروهات. أولا، البيع والشراء وما في حكمهما. أنشئت المساجد للعبادة والذكر والتعليم وما إلى ذلك، والبيع والشراء ينافي هذا كله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نهى عن الشراء والبيع في المسجد إلى تمام الحديث. وروى الترمذي بإسناد حسنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله بضاعتك، لا أربح الله بضاعتك. ثانيا نشدان الضالة ونحوها، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا